اهلا بكم في محاضره جديده من محاضرات ام كي فرونت اند اكاديمي. المره دي هتكون محاضره مختلفه شويه. هنعمل مراجعه سريعه على كل اللي خدناه من اول ما بدانا الجافا سكريبت. هيكون كلامنا بسريع شويه فمعلش استحملوني. يلا بينا نبدا. اول ما بدانا ان احنا ناخد يعني ايه جافا سكريبت، فرقنا ما بين ثلاث حاجات. فرقنا ما بين الويندو والدوكيمنت والكونسول بتاعنا. قلنا الويندو ان هو متصفح نفسه اللي موجود عندنا، والكونسول اللي هو كونسول فيه اللي بندوس عليه من F12 ويظهر معانا الكونسول بتاعه. والدوكيومنتس هو ال HTML نفسه اللي احنا بنبدأ نلعب او هنتلاعب فيه ان شاء الله في المحاضرات الجاية. نحط له باراجراف، نحط له اي حاجة، وهنشوف ازاي نعمل الحاجات دي مع بعض. يبقى الدوكيومنت هو خاص بال HTML، الويندوز خاص ب الويندوز او المتصفح بتاعنا، سواء كنا بنستخدم موزيلا فايرفوكس، جوجل كروم، الايدج، اي حاجة احنا بنستخدمها هتلاقيه ده هو ده الويندو بتاعنا. والكونسول هو اللي موجود جوه هنا. وعرفنا ازاي نكتب جوه الكونسول عن طريق حاجة اسمها console دوت log. تمام. وعرفنا ازاي نقدر نعمل شاشة العميل يكتب فيها حاجة اسمها ويندو دوت برومبت. طيب، الحاجتين دول طبعا مش مستخدمين في المراحل المتقدمة من التصميمات، ولكن برضو لازم تبقى عارفهم في البداية عشان تقدر تشتغل عليهم، وممكن تعمل مشروع بيهم مؤقت. تمام. عندنا ايه تاني خدناه؟ خدنا حاجة اسمها الكامل كيس. يعني ايه فكرة الكامل كيس؟ يعني لما تيجي تكتب اي عنصر مكون من مقطعين، كمثال مثلا نكتب النيم، ادي النيم، او بلاش كده نكتب first name، ادي let first name equal. يبقى عندك ايه؟ اول اسم first name. الكامل كيس او المقطع التاني بيبدأ بكابيتال لتر. مهمة جدا طبعا النقطة دي، علشان ان شاء الله في المراحل المتقدمة نبدأ ان احنا هنعتمد على الحاجات دي اعتماد كلي. طيب، يبقى كامل كيس فهمناه. كان برضو من النقط اللي ممكن نكون ما اتكلمناش عليها المرة اللي فاتت ان احنا دي هي اصلا ماشي. ممتاز. خدنا ايه تاني؟ خدنا حاجة اسمها الايرورز. ايه الايرورز دي؟ لو ظهرت عندنا اي مشكلة في مت... ال... خدنا ايه تاني بعد كده؟ خدنا حاجة اسمها الايرور. الايرور يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندنا اي مشكله ظهرت في الصفحه بتاعتنا بتاعت الجافا سكريبت، نقدر نشوف الايرور بتاعها عن طريق الايرورز دي، ونشوف المشكله فين. كمثال، لو جينا عملنا ادي اللوج، حطينا فيه كده اي حاجه، قال لك والله ان unquote reference error، قال لك s is not defined اللي انا كتبته ده. او مثلا نكتب النيم، قال لك والله name is not defined يعني مش متعرف. طب المشكله دي حصلت فين؟ حصلت في السطر رقم 18. هو كمان جاب لك الصف وجاب لك كل حاجه خاصه وايه المشكله اللي موجوده، وده اتعلمنا ازاي نقراها من الفكره بتاعت ايرورز في الكونسول لوج. تمام. طيب، خدنا ايه تاني؟ خدنا حاجه اسمها، خدنا الايرورز داتا تايب. قلنا ان الداتا تايب بتاعتنا مكونه من ايه؟ مكونه من السترنج، الا هو ده. وخدنا كمان let age يساوي مثلا 12، ده كده number. واخدنا كمان البوليان اللي هو true و false. كمثال مثلا let is admin equals true. خدنا النان اللي هو not a number. خدنا undefined يعني مش متعرف. تمام. طيب، قلنا ايه اللي مش متعرف؟ ال undefined نبدأ بيها. ال undefined يعني انت بتعمل كول للعنصر، او بتبدأ انت تعمل له تعريف معين وانت اصلا مش مديله اي تصنيف. كمثال بتاعنا ادي كمثال، نعمل اللوج، نقول له الاكس. ايه الاكس دي يا عم مش موجودة؟ فانت هتقول له مثلا let x بتساوي 10. تعال نشوف الايرور. قال لك والله uncode error وكانت access الديكلاريشن بتاع الاكس لان هو اصلا متعرف بعدين. لو جينا طلعناه فوق ونسيف، قالك ب10 عادي مفيش مشكله. طيب، لو انا كده شلت الليت اكس وخلاص واديته سيمي كولون، قالك والله ده ايه؟ undefined مش متعرف ومش معمول له اصلا اي نوع. طيب، اخد بالك ان انا بكتب ورا كل عنصر حاجه اسمها السيمي كولون دي. السيمي كولون دي مهمه ايه؟ لسببين. لو احنا افتكرنا في البوت ستراب اللي احنا خدناه،
قال لك والله ان احنا عندنا فولدر من الفولدرات بتاعه الجافا سكريبت، ومعمول له حاجه اسمها من. المن ده الام اي ان اللي هو مينيفايد، اللي هو بيخلي كل العناصر ورا بعض. فانت لو جيت في التصميم بتاعك هيبقى منظر شكل الجافا سكريبت بتاعك بالشكل ده. تمام. فكله هيبقى جنب بعض. لو انا شلت بقى السيمي كولوم من هنا، قال لك ايرور على طول. ليه؟ لازم السيمي كولوم ده بتفصل ما بين الامر والامر التاني. فالسيمي كولوم مهمه جدا تحطها بعد كل عنصر. فالسيمي كولوم مهمه جدا ان انت تحطها بعد كل عنصر. وبقت في اختصارات دلوقتي في الفيجوال ستوديو كود ان انت تبقى السيمي كولوم اوتو ديتكت او بتتعمل لوحدها. ودي طبعا ما فيش مشكله فيها، لكن يفضل ان انت تتعود ايدك تكتبها علشان العناصر ما تتلخبطش مع بعض. طيب، دي كده الحاجه التانيه. خدنا ايه تاني؟ خدنا حاجه اسمها تايب اوف. لو جينا افترضنا دلوقتي انا عايز اعرف دلوقتي، خلينا نرجع بس لكل ده. عايزين نعمل دلوقتي ادي لوج، واقول له تايب اوف. عايز اعرف العنصر ده نوعه ايه، وادي نكتب الفيرست نيم. قالك والله ده نوعه string. طيب الايج؟ قالك ده number. ولا is admin؟ قالك ده بولين العناصر بتاعتي. فخدنا التايب اوف وازاي نعرف التايب اوف بتاع كل عنصر ايه. طيب، خدنا ايه تاني؟ خدنا كمان الفاريبل. ايه هما الفاريبل؟ الفاريبل دي المتغيرات بتاعتنا دي اللي احنا بنقدر نشتغل عليها. فكمثال عندنا حاجه اسمها الاكس او الواي، اي حاجه. اكس بيساوي مثلا 5، وادي الواي بيساوي 10. دول كده متغيرين. تمام. واتفقنا المره اللي فاتت برضو ان احنا ما ينفعش نسيبهم كده في الطل، عشان ما ينفعش تبدا تعرف متغير من غير ما تحط له التعريف بتاعه، سواء كان الفار او الليت او كونست. وخدنا الثلاث عناصر دول: الفار، وادي ليت، وكونست. تمام. واتفقنا ان الفار كانت مستخدمه في اول ما بدانا في الجافا سكريبت، وان دلوقتي ان هي ما بقتش مستغله لسببين معينين. قال لك والله الفار دي للاسف لما بتكتبها، لو كتبها في اي مكان تلقائيا الجافا سكريبت بيعمل ايه؟ بيرفع الفار على على اول الصفحه او على اول عنصر. بيخلي التعريفات كلها بتاع الفاريبلز متعرفه قدام، او اول حاجه في النص يعني. فدي طبعا هتسبب لك مشكله. هتسبب لك مشكله في ايه؟ اول مشكله ان انت لو معرفها جوه معادله معينه او جوه حاجه معينه، لا هي للاسف هتتحط في اول صفحه. فبالتالي لما تيجي تنادي عليها تاني هيقول لك لا ايه ده، مديها عنصر تاني او مديها تعريف تاني، فهتبقى مشكله. قلنا ليه اكتر استخداما دلوقتي في الفتره دي، لان هي خلصت المشاكل اللي كانت في الفار وحلتها، ومفيش مشكله. ولكن كانت مشكلتها ان انت ممكن تعمل ليت مرتين لنفس، او ممكن تعيد تعريف المتغير بتاعنا. قلنا كمثال ادي ليت اكس بتساوي 10، وقال لك الاكس بتساوي مثلا 15. فالاكس بتتعرف تاني عادي، مفيهاش مشكله. ادي نعمل لوج الاكس، قال لك الاكس ب 15. فبالتالي انا دلوقتي لو جيت انا في اول الصفحه بتاعتي قلت متغير معين ده مثلا الاكس ده، وخليته ب 10، وجاء بعد كده مثلا حد بيعمل تصميم معايا خلى الاكس ب 15، فالاكس اتغيرت وبقت قيمتها متغيره. وبالتالي كان حل المشكله دي ايه؟ قال لك والله خلاص ابدا بقى اعمل حاجه اسمها كونست. ايه يعمل كونست دي؟ كونست دي بتخلي العنصر بتاعك ما بيتغيرش ولا يتعاد تعريفه. ادي كونست اكس ب 10، وبعد كده الاكس ب 15. شايف هنا لما لك اللوج اكس عرفت لي اعمل اكس فين هي؟ ما عندكش اصلا اي اماره. طب ليه كده؟ ادي ايرور uncode invalid assigned to const x. يبقى انت معرف التصنيف ده او معرف الاكس ده مرتين، فبالتالي مش هينفع معاك كونست. تقفل الموضوع ده تماما. تمام. ودول كده التلاتة: الفار والليت والكونست. وقلنا احنا هنستخدم الليت اكتر شويه دلوقتي لحد ما نبدا نشتغل مع كونست ونتعود عليه. تمام. خدنا ايه تاني؟ خدنا ايه الشغل بتاع البلس بلس، اللي هو كمثال انا عايز دلوقتي اكتب ادي الايج بلس ايكوال 1. جيت قلت له اعمل لي لوج للايج، خليه ان هو ب 13. انا كاتب هنا 12، هو كتب 13، انا زودت له 1.
تمام. او ممكن قلنا نعمله ده كده طريقة. هي بالظبط الطريقة دي شبه ايه؟ سواء ما مكتب الايج بيساوي الايج زائد واحد. بس احنا في البرمجة بنحاول نختصر الكتابة كتير بالنسبة لنا، فقال لك ايه بلس ايكوال 1، يعني بيزود له واحد. واتفقنا ان احنا ممكن نحط بلس بلس قبل العنصر، فهتبقى بالنسبة لنا ان هو بيزود العنصر الاول بعد كده بيطبع الرقم. واتفقنا برضو ان احنا لو حطيناها في الاخر إيه اللي هيحصل؟ العنصر هيتكتب الاول بعد كده يزيد واحد ويتحفظ. وجيت انا طبعت او جيت عملت له لوج الايش تاني، ابدأ 13. طب فين الرقم واحد ده؟ جالك منين؟ جالك من الزائد الاتنين دول. تمام. ماشي. وخدنا ازاي نقارن ما بين العناصر وبعض، اللي هي اكبر منه واصغر منه ويساوي. تعالى برضو ناخدها سريعا كده. لو افترضنا الايج دلوقتي قال لك والله ده اكبر اقل من 15، قال لك true. لو جيت اقل من 20، انا اسف نغير العلامة. لو جيت اقل من 20 يبقى قال لك false، يبقى هو مش اقل من 20. قلت له يساوي، هنا طبعا ما يساويش، هنا يساوي دبل ايكوال. قال لك يساوي 20، لا. طب يساوي يا عم احنا في 12 بقى. قال لك تمام ممتاز ويساوي 12. طب لو جينا عملنا تريبل يبقى هو لازم ايدنتيكال، فلازم يبقى بالظبط. تعال بقى نشوف بقى اللوج بتاعنا على الاسم على first name. ادي تريبل ايكوال، وهل هي تساوي، ونخلي الام ادي محمد. قالك ترو ترو. طب لو افترضنا ان انا غيرت بقى في الام ده وخليته ام كابيتال، قالك فولس، يبقى مش صح، مش ايدنتيكال. في حين ان انا لو جيت عملت له شلت واحده من دول من الايكوال دول وجينا عملنا سيف، برضو نفس الكلام لان هي ما تساويش، لان العناصر في السترنج ما بتتغيرش. تمام. لو جينا عملناها ام، ممتاز جدا ترو. ماشي. وطبعا نفس الفكره في اكبر من او تساوي بالشكل ده. فاهم؟ ودي اصغر من او تساوي. وخدنا كمان كلمه ادي لوج اخر واحده age doesn't equal علامه التعجب اللي هي شيفت واحد، لا تساوي 10. سيف. قالك ترو، ما تساويش فعلا 10. ماشي. احنا بس ايه بنرجع بسرعة بس عشان الحاجات دي المفروض اخدناها. فلو في اي حاجة فيهم معلقة معاك او في حاجة مش واضحة بالنسبة لك، ترجع للمحاضرة. ولو برضه مش واضحة كلمني ونشوف مع بعض ايه المشكلة فين. طيب. وخدنا كمان ازاي ان احنا نبدأ نغير النص الى آه، ارقام، والارقام الى نصوص عن طريق حاجة اسمها بارس انت، ده بيحوله لانتجر او ارقام. وعندنا تو سترينج اللي هو بيحوله الى نصوص. نبدأ مع بعض كده. كمثال مثلا نعمل let ages تساوي to string، وادي ما بين قوسين نعمل الايج، ونعمل هنا نكتب اللوج، نكتب ال type of ages. قالك ان ده هيبقى string. تمام. في حين ان احنا اصلا لو جينا عملنا لوج وعملنا للايج ده اصلا، قالك ال type of age هو number، و type of ages اللي هو string اللي بقى string. طيب كمان نفس المثال برضو ادي ال first name. قالك first name ده string، وادي نعمل ال name as a string، وادي بدأ بقى to string. نعمل parse int، وادي first name، ونقول له والله قول لي بقى type of ايه النيم. قال لك ده بقى number، يبقى هو كان string وحولته لنمبر. تمام. ماشي. خدنا ايه تاني؟ خدنا حاجه اسمها المعادلات اللي ممكن تحطها على الماس او تحطها على الارقام. فكمثال مثلا عندنا دلوقتي let x بتساوي 10، و let y بتساوي 20.
ممكن تعمل ادي لوج ونعمل ماس دوت. ممكن نجيب مثلا كمثال عندنا ايه، عندنا واحنا قلنا ال الباور اكس كوما الواي. تمام. اللي ماشي تمام، ده كده حاصل اللي هو تربيع. الباور ده تربيع. تمام. طيب عندنا ارقام مثلا كمثال يبقى 10.5 مثلا. قالك والله في عندنا حاجة اسمها سيل. تمام. ودي مثلا 20 من 10، خلي دي مثلا 6 من 10. ماشي. وعندنا نفس القيمة دي ولكن فلور. ماشي. سيل بتقرب لأعلى قيمة، يعني لو هي 10 و6 من 10 فهي بترفعه للسقف اللي هو 11. حتى لو القيمة دي كانت 2 فهي برضه هترفعه. وفلور هي بتنزله أقصى حاجة تحت، فحتى لو هو كان 4 هتنزله تحت. حتى لو كانت 9 أو 8 أو 6 أو أي كان رقم فوق الرقم النص برضه هترجعه للفلور. ده كده السيل والفلور. تمام. وخدنا كمان المين والماكس. ادي برضه لوج، نعمل ماس دوت من اللي هو مينيمم نمبر. ادي مثلا 1 5 11 20 35 40 أي حاجة. ودي 10. قال لك رقم كام؟ قال رقم واحد. لو حولنا الرقم ده واحد ده ل10 يبقى الرقم 5. نفس القيمة نفس الفكرة في كلمة الماكس، هو بيديك أعلى قيمة في العناصر وهو رقم 40. وخلينا ده 140 هياخده برضو 140. تمام ماشي. وخدنا برضو نفس الفكرة كانت على الماس، خدناها برضو على السترينج. فقال لك والله ادي لوج. وقال لك ماشي نكتب مثلا الفيرست نيم. وادي عملنا دوت. وخدنا اللينس. قال لك ان هو 7. قال لك ان هو يبقى ريبيت، نكرره اكتر من مرة، يعني مثلا نقوله مرتين. قال لك محمد. وخدنا الاندكس. تمام. الاندكس اوف والانكلودز اندكس اوف. قال لك والله ده الاندكس بتاعه بتاع الحرف مثلا كمثال الام هو رقم 0. لو عملنا الاي فهو هيديك رقم 3. واتفقنا ان هو بيبدأ من 0 1 2 3. ماشي تمام ممتاز. ماشي. وعندك includes. هل هو في ال A؟ قالك true. أو جينا حطينا حرف تاني، حطينا مثلا ال G، قالك false. تمام. ونفس الفكرة برضو عملناها starts with و ends with، نفس الفكرة بالظبط. ماشي. واتفقنا برضو عندنا حاجة اسمها slice والسبسترينج. وقلنا هما الاتنين شبه بعض. ادي كلمة slice يعني قطع لي العنصر من عند ايه، من عند مثلا 4 لحد 5. يعني اقطع لي عنصر او حرف واحد، او لحد 6 هيقطع لي عنصرين. 4 و6 هما 2، 4 ناقص 6 هما 2. تمام. ونفس الفكرة برضو في substring. مفيش اي اختلاف. قلنا بس اتفقنا ايه، ان السلايس ممكن تاخد قيمة بالسالب. ماشي. ماشي. معلش انا حاسس ان المحاضرة النهاردة كانت مش طويلة ولكن فيها كم معلومات كتيرة، فمعلش حاولوا بس تضغطوا على نفسكم شوية الفترة دي، تبدأوا تذاكروا كويس وتبدأوا تراجعوا كذا مرة. علشان الجافا سكريبت فعلا فعلا من الحاجات السهلة اللي انت لو اتعلمتها في الأول كويس هتبدأ معاك وتفرق معاك جدا في المحاضرات الجاية. وفي كمان الادفانسد بتاعها زي رياكت او اي لغة برمجة هتبدأ فيها. هي الجافا سكريبت هي اكنها حجر اساسي انت ممكن تشتغل عليه. فمعلش هيستحملوني في المحاضرات دي. وان شاء الله هحاول ان انا على قد ما اقدر اخلي المحاضره قصيره عشان ما تزهقوش من المحاضرات الطويله. ولكن هي بتبقى صعبه يعني تمام. فالله المستعان ان شاء الله. كان معاك محمد صالح من محاضرات ام كي فرونت اند اكاديمي. متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي، مع السلامه. برعاية MK for Web Solutions.